السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب القلب، معاك جاك من قناتكم جاك شوت. رجعت لكم مقطع جديد، مقطع ناري حراري. اعمل لايك، كومنت، فعل زر الجرس، تشقلب تمقلب وجيب شغلة زاكية لانه المقطع مهم جدا جدا. قبل ما نبلش يا اخوان، صلوا على رسول الله واذكروا الله يذكركم. لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا تنسوا اخوانكم من الدعاء، الله ينصرهم ويكون معاهم، اللهم امين يا رب العالمين. ودائما اذكركم يا اخوان واذكر نفسي، الألعاب لا تلهيك عن صلاتك، وردك اليوم من القرآن، رضا والديك وذكر رب العالمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. والحديث اليوم يا صاحبي طبعا عن عمالقة الكؤوس، الحدث اللي نزل امبارح بالليل. فركز معاي لأنه في شرح مهم يا اخوان، عشان انت تقدر تحصل لاعب بأوفرات عالية، وتجمع اكبر قدر ممكن من الكوينز تبع الحدث. فركز بالشرح. والبدايه يا اخوان مع تصريح ايسيان باوفر 105، طبعا متطور يعني مش اوفر الحقيقي. طبعا التصريح راح يكون مش كبير، تصريح صغير. راح تحصل منه نسخ ماسكرانو مجانا، وفي الباقي اذا انت شحنت طبعا راح تحصل ايسيان. فتصريح عادي يعني ما في اي اشي. هان خلينا نفوت ونشوف الاشي المهم بالحدث يا اخوان. يقول لك طريق الكأس، اكمل المباريات لتربح قطع توكن عمالقة الكؤوس. هان طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين في عندك مباريات لازم تلعبها عشان تحصل التوكن. هان راح تحصل على واحد توكن. المباراة الثانية ميلانو، عندك لندن، ميلانو، مدريد. هان راح تحصل 2 توكن. المباراة الثالثة راح تحصل كمان 2 توكن. ونمشي بالحدث هان يا اخوان. وفي عندك تحدي عمالقة الكؤوس، وركز معي يا صديقي. عملت لايك؟ ما انت يا عمري يا اخوان اعملوا لايك وركزوا معي. هان في يكون عندك طبعا التيكت هاي خذيتها انا قبل شوي. التيكت هاي تتجدد كل 37 ساعة، يعني كل يومين تقريبا تتجدد التيكت هاي. التيكت هاي شو تسمح لك؟ تسمح لك تلعب المباراة هاي زي ما انتم شايفين. في عندك هاوي، نصف محترف، محترف، عالمي. طبعا راح تختار اعلى شيء عالمي عشان تلعب وتحصل 25 توكن من عمالقة الكؤوس. طبعا هنا خلينا نرجع شوي عشان نكمل شرح. طبعا هاي زي ما انتم شايفين في عندك هاوي، نصف محترف. هنا الاقسام. فانت تختار عالمي وتلعب عشان تحصل اكبر قدر ممكن من التوكن. فاذا انت مش قادر ممكن تخليها على محترف، يعني حسب ما تقدر، بس الافضل على عالمي عشان تحصل توكن الحدث. شباب توكن الحدث نادر ومهم جدا جدا جدا، لانه يعني حاطينه بالقطاره بصراحه يعني. طيب نمشي هان شوي يا اخوان. راح تلاقي هنا تشكيله الحدث، وحاطين لك لعيبه 105 و104 وزي ما انتم شايفين. نمشي هان. يقول لك هان في عندك مقايضه. طبعا راح نشوفها بعدين، خلينا هسه نمشي لقدام. والاشي المهم هان مقايضة قطع التوكن يا صديقي العزيز. هان شوفي عندكم يا اخوان. هان زي ما انت شايف يقول لك انتقل الى المقايضة. هان في عندك لعيبة 105، لعيبة 104، لعيبة 103، 102، 101، 98 و95 الى 97. هان شباب القسم هذا بدك تركز معاي وتفتح اذنيك كويس لانه الشرح مهم. هان شو راح تعمل هان انت؟ هان يا صديقي اللعيبه اللي راح يطلعوا لك من الحدث وانت مش محتاجهم ومش بعازتهم، او يعني راح يكونوا زياده، راح تقايضهم بتوكن الحدث. فمهم جدا 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 انك تعرف مين اللعيبه تقيضهم، لانه في لعيبه انت ما راح تحتاجهم راح تقيضهم. تمام. فكل ما كان ليفل اللاعب عالي راح ترتفع المقايضات، او راح ترتفع القطع التوكن اللي انت راح تحصلها من المقايضه. خلينا نشوف مثلا. خلينا نقول لعيبه مثلا لعيبه 98 مثلا، نحط عليها زي هيك المقايضه، نروح عليها. هان شو يقول لك؟ هان يقول لك لاعب عمالقه الكؤوس باجمالي 98 الى 100. يعني اذا حصلت لاعب سواء من الباكجات او من الحدث من اجمالي 98 الى 100 راح تحصل على 10 قطع توكن. فانت هنا وحسب اللعيبه اللي انت راح تاخذهم من الحدث. فهنا يا اخوان انت لازم تقايض اللعيبه اللي مش محتاجهم، واغلبيتنا راح يقايضوا لعيبه 95 و98 وال101 ممكن يعني. تمام. اذا انت مش محتاجهم كثير. فاذا طلع لك لعبه 102 103 لا يعني انا ممكن، وممكن تقيضهم عادي. يعني ممكن يطلع لك لاعب 103 انت مش محتاجه مثلا، ممكن تقيضه ب 100 توكن. طبعا جاك تقول لي جاك التوكن له درجه مهم جدا. راح اشرح لك. فانت هان راح تقايض قد ما تقدر واللعيبه اللي مش محتاجهم، وتجمع توكن قد ما تقدر. قد ما تقدر تجمع توكن. طبعا هذا الاشي بناء على شو؟ بناء على القسم الثاني اللي هسه راح اشرح لك عنه. فركز معايا. نروح على قسم قاعة العمالقة يا اخوان، القسم الثاني والمهم جدا من حدث عمالقة الكؤوس. وهان عندك زي ما انتم شايفين في الفريق A والفريق B والمكافآت. طيب الفريق A يا اخوان هان راح يكون في عندك لعيبة 103
وفي لعيبه 102 ولعيبه 103 و102، كله لعيبه 103 و102. فانت هان تنشن على لاعب وتشوف اللاعب اللي انت محتاجه، او اللاعب اللي مركز عندك في نقص فيه بالمركز عندك. والله يا جاك لا انا محتاج مثلا نور الكام، ممكن تنشل على نور. طبعا يا اخوان هان بدي انوه لشغله، كل لاعب في له توكن معين. يعني نور 200 كوينز مثلا من الحدث، تمام. في عندك مثلا ماتويدي السي دي ام 250. طبعا شباب لا تستهينوا، مش تفكر انه والله سهله راح اجيب ماتويدي، راح اجيب هنا التوكن يعني راح يعطوك اياه. يعني اذا جمعت 250 تكون اسطوره. طبعا في ناس راح يفتح باكجات، او مثلا معه اف سي بوينت يفتح باكجات كثير، عنده جواهر كثير، ممكن تحصل لعيبه كثير وتقيضهم ويكون عندك كوينز كثير. في ناس مثلا لا والله يا جاك انا ما معي كثير كذا، فودك تنتبه لمين بدك تختار. يعني خيارك يكون بناء على الاحتياج، تعرف اول اشي مين بدك تختار لاعب، بعدين تروح تجمع كوينز بناء على اللاعب هذا، تمام. ركز معي بالنقطه هاي يا صديقي العزيز. طبعا يا اخوان مش كلهم يعني اللعيبه كلهم صالحين انهم يكونوا بالتشكيله، في منهم عاديين، في منهم نص نص، في منهم يعني. فبدك تشوف البطاقه قويه. والله يا جاك مثلا عندك كين الاس تي مثلا، تشوف طاقاته، والله طاقاته حلوه، ايقاعه سريع، المراوغه 108، التسديد 112، والله رهيب. صحيح رجل 4-5 لكن مش مشكله. فمثلا زي المهاجم هذا والله ممكن انك تفكر فيه اذا ما عندك مهاجم. فانت هان يا صديقي العزيز تجمع التوكن وتيجي تقيض اللعيبه، ونروح على الفريق بي يا اخوان. زي ما انتم شايفين الليفل ارتفع، وبطاقات 105 يا رعاك الله، و104. هانا 104 و105، هانا التوب. هانا اقول لك يعني هانا اساطير الحدث صراحه. بطاقات قويه، عندك فولر، روني، عندك مايكون، عندك شمايكل باوفر ال 105. نار يا حبيبي نار. فاللي يقدر يجمع ويحصل البطاقات هاي، بس صعبه جدا 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 يا اخوان انك تجمع 700 توكن، لانه مده الحدث قصيره، 14 يوم ينتهي الحدث. فانت بدك تنتبه، فانه صعب انك تجمع شمايكل الا اذا انت تفتح باكجات كثير زي ما قلنا، وعندك اف سي بوينت كثير وباكجات وكذا وكذا. ممكن يعني انك تجمع ال 700، لكن صعب جدا لمستخدم عادي او لاعب عادي ما يشحن، فصعبه. فانت ركز على الاشي. مثلا ممكن تشوف مثلا بطاقات اقل، خلينا نقول ايمانويل بي تي قديش 400، مع انه كمان صعب. لكن انت حاول يا صديقي وشوف. انا نصيحتي يا اخوان انه انت جمع لاخر لحظه بالحدث. يعني من اليوم تلعب المهمات، تفتح الباكجات الخاصه بالحدث قد ما تقدر طبعا يوميا. في مهمات جانبيه، في اي شيء متقايض اللاعبين اللي انت مش محتاجهم بالحدث، تجمع كل توكن من الحدث. لعل وعسى انت ممكن تجمع يكون عندك رقم حلو، تقدر تاخذ لعيبه من الاساطير اللي موجودين هاي. باختصار هذا هو يعني جوهر الحدث. نروح على قسم المكافآت يا اخوان. اذا تكبس عليه زي هيك راح يتفعل معاك وراح يفتح معاك مكافآت. وهان في مكافآت عندك نسخ ماسكرانو اللي انصح فيها بشده. طبعا نسخ ماسكرانو هانا النسخه ب30، وفي عندك تحت النسختين النسخه ب50، فالثنتين راح يكون 100 توكن من الحدث. ودك تنتبه هان يا صديقي، انت بدك تركز، انت بدك تاخذ نسخ ماسكرانو ولا بدك تاخذ لاعب؟ لانه هانا ممكن انت تضيع لك نسخ، تضيع مثلا توكن وتكون محتاج مثلا 10 توكن، ولا واقفه معك على 5 توكن، ولا على 4 توكن، ولا على توكن. انتبه. فانا رايي ونصيحتي النهائيه، العب وجمع كل شيء، والعب كل المهمات، وقايض كل اللاعبين اللي انت تقدر تقايضهم مش بحاجتهم من الحدث هذا. وجمع توكن، وبالنهايه شوف انت شو قديش راح يكون معك. والله جاك معاي رقم حلو، معاي 400 500، ممكن تجي هنا تاخذ لك لاعب 104. والله معاي 700، ممكن تاخذ شمايكل او مايكون او البطاقات ال 105. والله جاك ما جمعت، والله كان معاي عدد قليل، فانت ممكن تاخذ لعيبه 103، والباقي تاخذ بمكافآت اللي هي نسخ ماسكرانو اللي هي اهم شيء طبعا. فهذا هو الحدث يا اخوان ببساطه وبدون تعقيد. اتمنى اني شرحت بشرح وافي. خلينا نروح على المتجر يا اخوان ونفجر الباكجات. اضرب يا جاك. ونروح على المتجر يا اخوان، واحنا حاليا بالمتجر، وراح يكون في باكجات للحدث زي ما انتم شايفين. فاذا انت عندك اف سي بوينت وحاب تجيب لاعب من لاعبين الحدث، فممكن تفجر الاف سي بوينت. هان الباكجات راح يطلع لك كوينز كثير، لعيبه كثير، او خلينا نقول يطلع لك لعيبه كثير وتقيضهم
من مقايضة الحدث، فراح يكون معاك هيك توكن كثير تختار اللاعب اللي انت ودك اياه. فهمتني يا صديقي؟ طبعا الناس اللي عندهم اف سي بوينت، والله اللي زي حالاتنا يا اخوان ما معنا غير جواهر وعلى القد، فنروح نفتح باكج الغلابه وما ادراك. بوب خلينا نشوف مين يطلع لنا يا اخوان ونقول بسم الله. اضرب يا جاك. عملت لايك يا اخوان، لايك الكومنت، الله يسعدكم حبايب قلبي. والان لحظة الحقيقة يا اخوان. اوب يا رب، يعني طلع لاعب هسه هيك اقايض ب 100 توكن ولا 200 توكن، انت فاهم كيف؟ والان اعزائي المشاهدين اضرب يا جاك. اوب ربحونا، اعطيني لاعب. هو يعطي يا اخوان، راح يعطينا 99، فانت فاهم كيف؟ اوه اسبانيا يطلع لي اكثر. سي بي، انا ودي سي بي. اوه مين ها؟ ريال بيتيس، ريال بطيخ. اوه بو لاعب 99. طيب هسه مش مهم يا اخوان. هذا طبعا ايش اللعيبه اللي زي هيك راح تقيضهم بالحدث، وتشوف قديش راح يطلع لك منه توكن وتجمع زي ما حكينا او زي ما شرحنا عن الحدث. هذا هو يا اخوان حدث عمالقه الكؤوس. اتمنى اني شرحت شرح وافي. اذا ما فهمت ارجع عيد المقطع، لانه ضروري تفهم كيف بدك تمشي بالحدث. لا تضيع التوكن، لا تضيع التوكن، لا تضيع التوكن. هاي نصيحتي اذا انت منشن على لاعب يعني من الحدث. من نهايه المقطع يا اخوان اشكركم، شكرا لكم. لا تنسونا اللايك والكومنت، يدعمنا جدا عشان ينتشر المقطع على اليوتيوب. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس يا اخوان عشان يوصلك اول باول كل المقاطع الاسطوريه. فشكرا لكم، والتقيكم ان شاء الله في مقاطع قادمه. فالى هنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم جاك، سلام.